نقدم تعريفا للامتصاص المعوي. إذن يعني انتقال نواتج الهضم إضافة للماء والأيونات، يعني الأملاح المعدنية والفيتامينات، من الوسط الخارجي كما شفنا قبل قليل. الوسط الخارجي اللي هو الجهاز الهضمي المتمثل في لمعة الماء الدقيق نحو الوسط الداخلي اللي هو الدم واللمف عبر بنيات متخصصة. هذه البنيات وش هي الذغابات المعوية. إذن هنا لدينا ذغابة معوية. عملية الهضم، عندنا أحماض دسمة وغليسرول اللون الأخضر تنتقل عبر الطريق الليمفاوي، وباللون البنفسجي ماء، أيونات، جلوكوز، أحماض أمينية تنتقل عبر الطريق الدموي. ويتم امتصاص هذه المغذيات عبر الذغابة اللي هي مقر الامتصاص، ثم ينقلها الدم إلى خلايا الجسم ليتم الاستفادة منها. إذن هذه حصيلة تعلمات بالتمثيل التخطيطي لهذا النشاط.